أنا خدمت 3 سنين قبلها في وسط الجمعيات والكنائس البروتستانت. كان الموضوع مختلف في الخلوة، كان الموضوع ايه التأمل الروحي، ايه المعلومة، ايه الفكرة الروحية. لكن هنا ايه اللي ربنا وصاك بيه، الوصية. كانت كلمة مهمة ولغاية دلوقتي متبروزة عندي، وجابها لي من كلام المسيح. قال لي بص في إنجيل يوحنا صح 4 والآية 21 و23: اللي بيحبني يحفظ وصاياي. تقول لي بحب المسيح وقاعد فين وصاياه؟ انت تكتب وصاياه. انا اتفاجئت بكلمه، قلت له يعني ايه يا سيدنا؟ قال لي هنكتب الاناجيل. وانا لغايه دلوقتي المنهج ده في الخدمه عندي، خلاني اكتب الكتاب المقدس كله. بعد كده طبعا لما اتاكد ان انا قاعد مش ماشي في سنه ونص اكتب كتاب مقدس كله، كتبت الاناجيل مرتين والنسخ دي كانت موجوده عنده. فقال احنا نكتب الاناجيل ونكتب من الاناجيل الوصايا اللي قالها المسيح، يعني نعمل كذا وما تعملش كذا، الوصايا الايجابيه اعمل كذا، والوصايا السلبيه، ودول بقى نحفظهم حفظ حقيقي ونحفظهم في حياتنا. كتب الروحيه دي تحطها على جنب دلوقتي لغايه ما نتاسس ونتبني. حاضر يا سيدي. وتاخد بالك من صحتك، مفيش اكل يتحط على النار، تاكل كل حاجه طبيعيه. قعد وصايا في الاكل وفي الشرب، اب حقيقي. وعرفت بعد كده انه يعمل كده مع الناس كلها، خاصه اللي بيربيهم. قضيت وقتك ازاي، ونمت امتى، وصحيت امتى، وكل ده اتعلمت منه في الوقت ده كمان. يعني ايه منهج تشكيل روحي. واكتشفت بعد كده من قعادي مع ابونا اشعيا الله ينيح نفسه لما كان ساعتها في الدير، والدكتور سميح اللي بقى الانبا بولس بعد كده، وابونا بشوي.